ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بحبكم في الله، يا رب يجعلكم في حياتي نعمة دايما. نبدأ بالصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بقى هنعمل اكل ان شاء الله كده. هي بسيطة جدا وما فيهاش اي حاجة، بس بتتباع والله غالية جدا في المطاعم. فاحنا هنعملها في البيت بكل بساطة ومش بتكلفة كبيرة قوي. احنا عندنا ايه؟ هنجيب 3 بصلات حلوين كده او بصلتين حسب ما بتحبي البصل في الاكل. في ناس بتحبوش كتير، في ناس بتحبه كتير. انا بقى حطيت زيت وسمنة على البصل. طبعا هشوح البصلة هتصفر بس. خلاص، هنشوح البصلة كده كويس. اهو انا غيرتها عشان بس الكاميرا تبان، والحلة كانت طبعا الجدار بتاعها عالي، فانا ايه حطيت في الطاسة. وهخرط شوية فلفل كده حامي على بارد مكعبين. انا مش هحمر البصل للاخر، انا بس عايزاها تدبل وتاخد اللون اللي هو الذهبي كده. خلاص كده. صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تنسوش بقى اللايك والاشتراك والكومنت الحلو. بصوا، انا عايزه البصله توصل للدرجه دي بس، مش عايزه اكتر من كده، عشان لسه هتتسوى تاني في الحاجه اللي انا هحطها. هبدا بقى، عندي نص كيلو لحمه مفرومه. هبدا ايه اقلبها، افتتها كده بس. هبدا افتتها بس. هبدا افتتها بقى في البصله كده لحد ما احس انها ايه سابت كلها من بعضيها. مش هقلب دلوقتي، احط بقى الملح عشان الملح هو اللي بيخليها ايه تبقى مفرفته. احط التتبيله بتاعتي ملح وفلفل. بسيطة جدا وما فيهاش اي عقدات ولا في اي صعوبة فيها. حاجة سهلة تنفع عشاء تنفع غدا. احنا بنحاول الحاجة اللي بأسعار عالية وعيالنا نفسها فيها نقدر نعملها في البيت بكل بساطة وبأقل من سعر بره. ماشي، هتغير لونها بقى وتوصل للون البني بتاعي كده وايه. وهسيبها بقى ايه تتلدن، حاجة بسيطة يعني دوبك تغير اللون بتاعها. لسه هتخش في سوا تاني. متنسوش بقى اللايك والاشتراك عشان انتوا بتدعمونا وبنحبكم جدا، وعايزين نزود الاشتراكات ونزود المشاهدات. ويا ريت اللي بيتفرج على الفيديو يوصل لاخره، هيستفيد، ولو ما استفادش هو هيفيد غيره باللايك. يا ريت نحط اللايك عشان اللايك ده بيساعد على الفيديو انه ينتشر في اكبر عدد. ماشي. انا موطيه النار خالص عشان انا مش عايزاها تستوي بسرعه. عايزاها واحده واحده مع التقليب كده. اول ما هتوصل تغيري لونها هبدأ احط ايه الفلفل. عايزه تحطي فلفل بارد وحامي ماشي، عايزه تحطي حامي بس ماشي. انا بحب احط حامي ونص قرن فلفل بس حامي. حامي بحب احط بارد اللي هو الكوبي، واحط ايه نص فلفل حامي بس، عشان طبعا اللي هياكلها الولاد فما تبقاش حامي عليهم قوي. كل سنه وانتم طيبين، احنا داخلين خلاص على موسم المدارس. ويلا نشطر بقى ونجدعن كده ايه وننضف شققنا ونظبط الدنيا كلها عشان ايه لما تبدأ الدراسة نفضل اولادنا وهم طبعا كل حياتنا، فلازم نديهم كل وقتنا. انا حطيت الفلفل اهوت برضو، هقلبها تقلبتين واسيبها بقى ايه تستوي من غير ميه من غير اي حاجه. خلاص كده، توحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. احط بقى بقيه البهارات بتاعتي دي، ال7 بهارات. عايزه تحطي توم باودر، بصل باودر، اي حاجه انت عايزه تحطيها حطيها. بس انا مش عايزه الاكله دي يبقى فيها بهارات كتير عشان طعمها يعني ايه. كل ما تكتري بهارات الطعم بيروح في حته تانية. فانا يا دوب بهارات اللحمه بس وملح وفلفل. في حاجات تانية بنحط فيها بابريكا وجوز الطيب، وبنحط توم باودر وبصل باودر. بس الاكله دي انا بحبها ايه بطعمها، ما بغير، بحبش تغيير الطعم فيها. خلاص، الفلفل بقى هيدبل معاها واللحمه تستوي، وهنشوف هنعمل ايه تاني. توحدوا الله وقولوا لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الاكله دي ما خدتش مني اكتر من 10 دقايق. بصوا بقى، انا عندي الطواجن دي. هحط بقى في كل طاجن كده معلقتين 3،
وهيتبقى منها كمان يعني نص كيلو، هنعمل منه 6 طواجن. احنا 5 تنفار، فانا عملت واحد زيادة، ربما حد يجي زيادة، حد نفسه في حاجة كمان كده، لان في اللي بياكل الطواجن دي وفي اللي ما بياكلهاش. خلاص كده، سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة، وانتي واقفة كده في المطبخ هتعمليها سريع سريع. الطواجن بقى دي عندي بعمل فيها حاجات كتير بقى. بعمل فيها البطاطا، بعمل فيها رز باللبن، بعمل فيها اللهم صل وسلم، ام علي. بحب اعمل فيها حاجات كتير. الطواجن دي بدل عندي الطواجن لها بقى استعمالات كتير. احط بقى ايه اللحمه كده، ومش لحمه شويه يعني، بزياده شويه، معلقتين 3 كبار كده يطعموا المكرونه. خلاص، هبدا اسويها كده عشان اشوف ايه لو في حاجه ناقصه كده احط اكمل. خلصنا اللحمه، هنحط ايه تاني؟ ابدا بقى احط المكرونه نيه. انا مش هسلق المكرونه عشان انا كمان هحط الطماطم نيه، فانا هحط المكرونه نيه وهي تتسوى مع الطماطم ومع سخونيه الفرن. فكره ممكن تعملي اي مكرونه، اي مكرونه. ممكن انت مش بتحبي الاقلام ممكن تحطيها اسباجيتي، ممكن تحطيها معوجه، ممكن تحطيها اي مكرونه انت عايزاها. الوصفه دي بتنفع باي مكرونه، بس الاقلام بتكون احسن. ليه؟ لانها النشا اللي في الاقلام مع الطماطم هتمسك في بعضيها، هتبقى ايه، ما تيجي تفضيها هتبقى نازله بالشكل بتاع القالب بتاعها. خلاص كده، انا ظبطت المكرونه اهوت. هبدا بقى ايه، انزل بالطماطم. الطماطم معصوره وتقيله، ما فيهاش ميه كتير. خلاص، توحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. استغفر الله العظيم، كل ذنب عظيم. ابدا بقى ايه، احط في كل قالب كده، كل برام من دولت كبشه طماطم تقيله، وهحط تاني، بس انا بوزع عشان تبقى الكميه معايا تكفي كله. دي نص كيلو لحمه، نص كيلو مكرونه، نص كيلو طماطم. المكرونه ما اخدتش النص كيلو كله يعني، يعتبر 3/4 النص. واللحمه برضو ما اخدتهاش كلها، هعمل منها اكل تاني، لان في اللي عايز مكرونه سباكيتي وعايز اللحمه متعصجه على المكرونه، فانا هعمل ده وهعمل ده. النص كيلو عملت منه اكلتين. الايام اللي احنا فيها دي بقى عايزه التوفير، وعايزه ندبر نفسنا عشان ايه، اللي جاي ربنا المستعان عليه. طبعا داخلين على مدارس وكراريس واقلام ودروس وموال تاني، فاحنا ايه بنحاول نقلل في مصاريفنا في الاكل وفي الشرب، عشان ايه، الدنيا مش كلها اكل وشرب، في التزامات تانية مهمة. خلاص اهوت. هذا المكرونة طبعا بحط يعني ايه بق ميه صغير كده، عشان طبعا يدي سوى للمكرونة. انا هظبطها بقى كده واحطها في الفرن وارجع لكم ايه تاني. بظبط بس المكرونة عشان ما تبقاش باين منها حاجة. ماشي، هغطيهم بقى. انا الورق الفويل بتاعي خلص، فانا عندي صينيه ألمونيا مربعه، فانا هحطها عليهم تغطيهم كلهم مره واحده في الفرن. وهي طلعت بالشكل ده. بصوا منظرها، بصوا، تحفه. اهي قلبتها. مم. دي وجبه يعني بسيطه وجميله جدا. وشوفوا العلو، المكرونه مستويه جدا، وادي اللحمه. وبألف هنا وشفا للي هياكل. ومتنسوش بقى اللايك والاشتراك والكومنت الحلو، وعشان بحبكم في الله واجيب لكم وصفات تانية كتير ممكن نشتريها من بره بالغالي ونعملها في البيت بأرخص سعر وأرخص تمن. ماشي، أكلات بسيطة وفي المطاعم والكل بيحكي عنها، بس احنا لو عملناها في البيت هتبقى تحفة 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 تحفة. يلا سلام.